مناقشات، ممكن خلافات في الآراء. أكيد طبعا يعني الساحرة المستديرة بتكون محل مناقشات كثيرة، ممكن يبقى في اختلافات، ممكن يكون في اتفاقات. على أي حال أول مرة يكون معانا دكتور محمد عوني، أحد نقادنا الرياضيين. أهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك واهلا بالساده المستمعين. اهلا بيك يا فندم. حضرتك معانا كده في استراحة رياضي، تقول لنا في البداية لما بيكون عندك وقت للاستراحة انك انت تبتعد قليلا عن متابعة الاحداث الرياضية من خلال المواقع، من خلال المتابعة المباشرة مثلا في الملاعب او الى اخره، بيكون يعني هذا الوقت قضاؤه ازاي؟ هل من خلال مثلا يعني قراءة نوع من انواع الكتب المختلفة، او انك مثلا تمارس رياضة معينة كالمشي مثلا؟ رياضة المشي دي رياضة مهمة جدا ولكل الاعمار ولكل الفئات، ولا في رياضة مفضلة بالنسبة لك؟ لا، انا بالنسبه لي رياضه المشي هي الافضل يعني، لانها بتكون صحيه في نفس الوقت بتخلي الانسان يفصل بشكل كبير عن احداث اليوم. زي ما حضرتك فاهمه بيكون في احداث كتيره بتمر من خلال اليوم، فبيبقى مهم جدا ان الانسان يفصل، ومفيش افضل من الرياضه يعني. وتقريبا رياضه المشي هي تعتبر افضل رياضه صحيه يعني. يعني ممارسة رياضة المشي بقى بيكون في أي وقت في اليوم ولا في وقت معين؟ والله هو بيبقى على حسب الوقت، يعني بيبقى على حسب الوقت المتاح بالنسبة لي ايه يعني مش مثلا بيبقى وقت ثابت او وقت معين، بيبقى على حسب اليوم بتاعي ماشي ازاي. نعم نعم. طب نقول النهارده مثلا الجمعة، دكتور محمد عوني مارس رياضة المشي ولا ما كانش فيه فرصة؟ مثلا بيكون غالبا يوم الجمعة ده بيبقى تجمع عائلي، بيكون فيه زيارات، بيكون فيه يعني قضاء شيء مختلف عن باقي أيام الأسبوع. والله دايما ممكن يعني تبقى ممارسة المشي بعد صلاة الجمعة، يعني مع الأصدقاء مثلا. بخرج من المسجد، فممكن نتمشى شوية مع بعض، فتعتبر ممارسة للرياضة، وفي نفس الوقت برضو ان الواحد بيقابل أصدقائه اللي ممكن يكون ما بيشوفهمش خلال الأسبوع يعني. نعم. طيب نقول تابعت النهارده من أحداث الساحرة المستديرة كرة القدم أو غيرها من اللعبات الرياضية؟ يعني النهارده اتفرجت على مباراة نادي الزمالك ونادي سموحة في بطولة الدوري، كانت الساعة 5 النهارده على استاد برج العرب في اسكندرية. وتابعت برضو مباراة بتروجيت ومودرن سبورت. وانا شايف ان الدوري في يعني حاليا انا شايف ان المستويات متقاربة بشكل كبير بين جميع الأندية. خلينا نقول النتائج، لان هي يعني ممكن يكون في البعض بيسمعنا الان. الزمالك فاز على سموحة 2-0، وبتروجيت تعادل مع مودرن سبورت ايجابيا 1-1. تمام. فأنا شايف إن المستويات متقاربة بشكل كبير بين جميع الأندية. النهاردة أنا شفت سموحة بيقدم مباراة كبيرة جدا قدام نادي الزمالك، وكنت شايفه إن هو ند كبير. برضو امبارح شفت مباراة الأهلي وزد، وكنت شايف إن زد برضو عمل مباراة كبيرة جدا قدام النادي الأهلي، على الرغم من فوز النادي الأهلي بهدف مقابل لا شيء. برضو شايف بتروجيت للمباراة الثانية على التوالي مع الكابتن سيد عيد بيقدم مستويات رائعة. شايف انه ماشي بخطى ثابتة. المباراة الأولى تعادل مع بيراميدز، النهاردة بيتعادل مع مودرن سبورت، وخاصة ان مودرن سبورت يعتبر أكثر استقرارا مع الكابتن طلعت يوسف. موجود في الدوري بقاله أكتر من موسم، عمل تدعيمات كويسة، عنده لعيبة برضه تمتلك خبرات على الورق افضل، او عندها خبرات اكتر من لاعبي نادي بتروجيت. ولكن في ارض الملعب ما شفناش فرق كبير بين الفريقين او بين الناديين. فده يدل ان الدوري اعتقد هذا الموسم هيكون بشكل مختلف. واعتقد علشان يعني الطريقة اللي بطولة الدوري موجودة السنة دي بيها مختلفة عن السنين اللي فاتت. زي ما حضرتك عارفة ان التسعة اللي فوق هينافسوا على بطولة الدوري، والباقي هينافس على الهبوط. فدي تعتبر مدية حماس بشكل كبير جدا
لكل الفرق، والكل بيسعى انه يكون موجود في التسعة اللي فوق، لان يعتبر الدوري من دور واحد وبعد كده بيبدأوا يصفوا مع بعض. فدي مدية حماس كبير جدا لجميع الفرق انها بتحاول تجمع نقاط من بدري. فشايفين ان الكل بيحاول يهاجم كل الفرق، مفيش التحفظ اللي كنا بنشوفه قبل كده. تمام. طيب ده بالنسبة للدوري. تمام. هل هناك متابعات أخرى لمباريات كرة القدم، سواء بالنسبة لمنتخبات الشباب على سبيل المثال، لأن برضو منتخبات الشباب يعني بعيدة عن الأضواء ومتابعة النقد الرياضي والمهتمين بالساحرة المستديرة، يعني التركيز يكون على المنتخب الأول حقيقي. وعلى الدوري. طبعا في منتخبين في الفترة الحالية مهمين جدا ان احنا نتابعهم. يعني لو هنبدأ بمنتخب 2005، لو حضرتك تسمحي لي ان انا برضو اتكلم عن اكتر من معلومة مهمة ونذكر السادة المستمعين يعني. هو في حالة استعداد طبعا للأمم الأفريقية للشباب أو بطولة شمال أفريقيا الأول تصفيات. يعني منتخب 2005 وصل منتخب مصر الشباب مواليد 2005 لمدينة الإسماعيلية اليوم الجمعة عشان يبدأوا معسكر الإعداد لبطولة شمال أفريقيا لكرة القدم، واللي بتستضيفها محافظة الإسماعيلية في الفترة من 12 ل 26 نوفمبر 2024، يعني شهر نوفمبر الجاري. كان بعد أيام بسيطة جدا. كان في استقبال المنتخب كابتن محمد شيحة المنسق العام للبطولة، وكان أخذ تكليف من الاتحاد المصري لكرة القدم بذلك. النهاردة بالفعل كان أول يوم لمعسكر الفريق داخل مدينة إسماعيلية، طبعا استعدادا لمنافسات تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة أفريقيا تحت 20 سنة. وسريعا طبعا احنا عارفين ان منتخب مصر هيشارك عنده 5 مباريات، هتبدأ يوم 14/11 مع منتخب المغرب، ثم 17/11 مع منتخب الجزائر، ثم يوم 20 مع منتخب ليبيا، ثم يوم 26 مع منتخب تونس. وطبعا الفترة اللي ما بين 20 ل 26 هيبقى في مباراة يوم 23، لكن منتخب مصر هيكون فيها باي، عشان كده هيكون في بتاع 5 أيام فرق بين مباراة مصر وليبيا ومصر وتونس. وطبعا عارفين ان الجهاز منتخب مصر طبعا مدير المنتخب كابتن اسلام الشاطر اللي بنبارك له، وطبعا بنتمنى له كل التوفيق، وان شاء الله يكون اضافه كبيره لمنتخب مصر خلال الفتره القادمه. وطبعا عارفين ان الجهاز بيضم مستر ميكالي ومعاه كابتن علاء عبد مدرب عام، وكابتن خالد سرحان مدرب حراس. وبرضه بنذكر الناس ان منتخب مصر خاض مباراه وديه مع منتخب تنزانيا يوم الاربعاء الماضي، كانت انتهت بالتعادل السلبي بدون اهداف على ملعب الدفاع الجوي. وطبعا يعني من ابرز اللعيبه اللي موجوده في منتخب مصر المواليد 2005 في معتز محمد، في محمد ابراهيم، في كباكا، في زعلوق، في حسام حسن، في عمر خضر. فطبعا بنتمنى لهم طبعا كل التوفيق، وبنحاول ان يكون في مسانده كبيره جدا ليهم. ونتمنى زي ما حضرتك قلتي في البدايه ان الاعلام كمان يكون مركز مع المنتخب ويدعمه ويسانده من اول لحظه ومن اول يوم للتجمع، لان ده بيفرق بشكل كبير جدا مع الجهاز او مع اللعيبه. بالظبط فعلا، لان يعني شبابنا اكيد يعني لما بيعرفوا ان في متابعه ليهم من الجمهور، من الاعلام، من النقد الرياضي، اكيد ده هيحفزهم كتير انهم هم يقدموا افضل ما عندهم. طبعا برضو في منتخب مصر مواليد 2008 طبعا مش هيختلف كتير عن منتخب 2005 من حيث الاهتمام. فحابب اقول ان وصلت بعثة منتخب مصر الناشئين النهارده مواليد 2008 اليوم الى المغرب من اجل المشاركة في تصفيات شمال افريقيا. ومن المقرر ان تنطلق المباريات او تصفيات شمال افريقيا تحت 17 سنة بالمغرب في الفترة من 11 ل 23 نوفمبر، برضو خلال الايام القادمة او الساعات القادمة، خلاص يوم 11 قريب جدا. وبرضو منتخب مصر هيلعب مع المغرب والجزائر وتونس وليبيا. رئيس البعثة الدكتور إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم. برضو منتخب مصر من 3 أيام تقريبا
لعب مباراة ودية مع نادي زد مواليد 2008، وكانت بروفة أخيرة قبل السفر لدولة المغرب. وكان منتخب مصر نجح في الفوز بهدفين مقابل هدف على ملعب مشروع الهدف ب6 أكتوبر. وزي ما احنا عارفين ان الجهاز الفني لمنتخب مصر 2008 بيضم كابتن احمد الكاس مدير فني، وكابتن محمد ابراهيم مدرب عام، كابتن او دكتور احمد فوزي، وكابتن رامي عادل مدرب عام، وفي دكتور احمد فوزي مدرب حراس، وطبعا كابتن وليد مهدي مدير المنتخب. وطبعا خلال الساعات الاخيره كان في مجهود كبير جدا من كابتن وليد مهدي بالتنسيق طبعا مع الكابتن علاء نبيل، من خلال طبعا التنسيق لكل صغيره وكل كبيره تخص بعثه منتخب مصر حتى الوصول لدوله المغرب يعني. نعم طبعا كابتن محمد ابراهيم الحقيقه من العناصر صاحبه الخبره في التدريب كمدرب عام مع كابتن احمد الكاس، ومعهم طبعا كابتن رامي عادل المدرب، كابتن احمد فوزي مدرب حراس مرمى. الحقيقه حراسه المرمى برضو نقف معاه شويه، سواء بالنسبه لمنتخب مواليد 2008 او 2005، هل في متابعه لحراسه المرمى من جانب حضرتك دكتور محمد عوني؟ طبعا هو في منتخب مصر 2005 فيهم اكتر من لاعب مميز، سواء شاركوا مع النادي الاهلي او مع نادي الزمالك او مع نادي زد، من خلال طبعا بطولة الجمهورية زي ما حضرتك عارفة انها حتى متوقفة حاليا بسبب التصفيات الخاصة ببطولة شمال افريقيا، وفي نفس الوقت اللي منتخب 2008. ولكن بيبقى دايما مهم جدا وبالذات في مركز حراسة المرمى ان المدرب اللي يكون موجود بيكون عنده الخبرات الكبيرة، ويكون عنده الثقافة اللي يقدر ينقلها للولاد الصغيرين، خاصة ان السن الصغير ده سن صعب وبيحتاج تعامل كبير جدا نفسي قبل ما يكون فني. واعتقد ان دكتور احمد فوزي والكابتن خالد سرحان اتنين اسماء كبيرة جدا عندهم خبرات مروا بمثل هذه الامور، فاعتقد ان هم ان شاء الله يكونوا اضافة للولاد، وباذن الله يقدروا يصنعوا لينا حراس نقدر نعتمد عليهم في المستقبل باذن الله، ويكونوا نوال المنتخب الوطني الاول. بالظبط. دكتور محمد عوني ناقدنا الرياضي، هل في وقت لمتابعة أحداث رياضية أخرى غير كرة القدم؟ يعني أكيد وإحنا في استراحة رياضي ممكن يكون من خلال ميول أو مشاركة أي حد في الأسرة في بطولات في لعبات أخرى بتتابع هذه اللعبات. بكل تأكيد يعني أنا عندي الحدث هو بيفرض نفسه. يعني لو يعني أنا مثلا بتابع، حضرتك عارفة مثلا من آخر شهر 2 بيكون في البطولات أو ألعاب الصالات، يعني مثلا كرة السلة، كرة الطايرة، كرة اليد، سواء رجال سواء سيدات، بيكونوا في يناير يا دكتور، يعني ومن يناير كمان بطولة العالم لكرة اليد بتكون في يناير. دي بالنسبه للمنتخبات طبعا كبطوله عالم، لكن انا بتكلم حتى انت حضرتك عارفه بطوله العالم ما بتبقاش سنويا، لكن بتكلم في الشيء التقليدي يعني اللي موجود عندنا هنا في الرياضه المصريه. دايما بيكون الشهر ده بيكون حافل وحاسم بالنسبه للبطولات، مين بطل دوري، مين بطل كاس، مين بطل سوبر، فدايما الحدث بيفرض نفسه. فبكل تاكيد ببقى تابع، احب اتفرج على كره الطايره سواء رجال سيدات، اتفرج على الباسكت، اتفرج على الهاندبول. فعلى حسب الحدث اللي موجود هو اللي بيفرض نفسه. وبكل تأكيد طبعا لما بيكون في بطولة عالمية منتخب مصر مشارك فيها سواء في الهاندبول أو في الباسكت بول أو حتى بطولة أفريقية، أكيد بكل تأكيد بتابع يعني. نعم. طب إيه الرياضة اللي تابعتها غير كرة القدم في الفترة الماضية القريبة يعني؟ يعني أنا بحب الهاندبول جدا، يعني بحب حتى في الأولمبياد كنت بتابع كل الألعاب، ولكن كنت دايما بحب أتفرج على منتخب مصر كرة اليد، خاصة إن هو من المنتخبات اللي تحتاج الدعم، ودايما مشرف مصر بصراحة، ودايما بيوصل لأماكن كبيرة جدا، وهو يستاهل يوصل لأكتر من كده كمان بصراحة يعني. صحيح. دكتور محمد عوني، أنا بشكرك جدا، نورتنا لأول مرة في استراحة رياضي، وإذا كان في أي إضافة حضرتك تحب تقولها على الهواء احنا معاك وسامعينك. ربنا يخليك يا فندم. طبعا انا كنت سعيد جدا بوجودي مع حضرتك،
ويعني شرف كبير ليا وجودي مع حضرتك. وطبعا قبل ما انهي برضو حابب ان انا بتمنى كل التوفيق